نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وصفه ديال اليوم سمنه بريستيج طيبه في الفران، مرقه بالكوك والكاوكاو. كتجي هائله، كتجي اكثر من رائعه. ما عليكم تتبعوا غير المكونات وطريقه ديال التحضير. في عجانه درت نص كاس ديال الفينو، رطبته بالماء تقريبا واحد 10 دقائق. من بعد ما رطب ضفت له 4 الكيسان ديال الدقيق الابيض، دائما العبارة بكاس العنبة، معلقة كبيرة ديال العسل. ممكن ديروا سكر حبيبات، غير هو العسل كيعطيها لوين زوين. درت واحد شوية ديال الملحة ومعلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، معلقة صغيرة ديال الخل، 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، و2 معالق كبار ديال زيت نباتي. كتجي هاد المسمنة غزالة منسمة بالزهر. صافي غادي نعجنهم بالماء العادي ديال الروبيني. بالنسبه للتوراق غادي نورقهم بالكوك محمر، من الاحسن يكون داك الميدم. وهنا الكاوكاو كذلك محمر، وضفت له 2 معالق ديال سكر حبيبات وساشي ديال زهرة البرتقال. دابا غادي نعجنها، ماشي غادي نعجنها حتى تدلك، وانما غير يجمعوا المكونات فقط. غادي غير نجمع المكونات وغادي نخليها ترتاح، على خاطر هذيك الساعه راه كتكون بحال دلكات راسها براسها، ما كاينلاش ندلكوها. هنا ما غاديش نقويو لها الماء بزاف، تكون شاده في راسها مزيان. هانتوما كي كتلاحظوا راها كتبان ما مدلوكاش نهائيا، غير المكونات تجمعات فقط. دهنتها واحد شويه ديال زيت نباتي ودرتها في بلاستيك غذائي، وغادي نخليها ترتاح. ممكن تعجنوها من الصباح وما تخدموها حتى العشيه، قد ما ارتاحت راه مزيان. هنا تقريبا انا خليتها واحد ساعه ونص. انا جبدتها العجينه رطابت، هي غير ملي كترتاح صافي كتبان بحال مدلوكه. هذيك العجينه غادي نكورها ل6 ديال الكويرات بالاستعانه بواحد شويه ديال الزيت، ماشي بزاف. غندهن داك الصحن بالزيت، وغندهن الوجه ديالهم كذلك بالزيت باش ما يديروش ديك القشره من الفوق. وغنغطيهم ببلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد ثلث ساعه. هنا عندي زبده مذابه على شكل بوماد، ضفت لها 2 معالق ديال النشا ومعلقه صغيره ديال خميره الحلويات. ممكن تكتفيو غير بالزبده فقط. هنا من بعد ما ارتاحوا الكويرات غنبدا دابا نبسطهم. في الاول كنستعمل غير الزيت فقط، غنحاول نرققها مزيان مزيان حتى غادي يولي يبان منها سطح العمل. منين غادي ترقق غادي ندهن الوجه ديالها مزيان بالزبده، السطح كامل تقيسوا الزبده، حيت هي اللي كتساهم في التوريق ديال هاد المسمنه. غادي نرش شويه ديال الكوك محمر، كيف قلت لكم الاحسن يكون داك الميدم كيكون فيه مذاق زوين. غنضيف واحد الرشه ديال الكاوكاو منسم بالزهر ومعاه 2 معالق ديال سنيده. غنطويها عادي بحال طي ديال المسمنه. هنا تقطعات لي واحد شويه، ولكن معليش راني غنولي ندير وحده وسط وحده وحده وسط وحده، ما غاديش تبان ديك. من بعد ما طويتها غنحطها على جنب. غننظف سطح العمل وغادي نبسط الكويره الثانيه حتى هي نفس الشيء تورق مزيان حتى يولي يبان منها سطح العمل. غادي ندهنها كذلك بالزبده كما درت مع الاولى، غندير مع الثانيه. غادي نرش بالكوك وكذلك بالكاوكاو. غنجيب ديك المسمنه اللي ورقت قبيله وغنديرها وسط من هذه، وديك الجهه الغليظه هي اللي كترجع لتحت. غنطويها كذلك بحال مسمنه عادي. هنا غنولي ندير مسمنه وسط مسمنه، ضروري ندهن في هذه المرحله بالزبده بحال المسمن ديال الشحمه اللي كنديرو في الفران، حتى هو كنديرو بهذه الطريقه.
نعمرو تنديرو وحده وسط وحده، وحده وسط وحده. هنا كتكون مورقه اكثر. المهم انا غنستمر حتى غنسالي هاد الكميه كلها. الطريقه راها مبسطه باينه. نفس الشيء عاوتاني بالزبده، الكوك، الكاوكاو، ونجيب هذيك المسمنه ونديرها وسط هذه ونطوي. وانا كان ديما الجهه الغليظه لتحت. هنا كنت نسيت الزبده، نتوما ديروا الزبده حيت الزبده هي اللي قلت لكم كتورق. هذه وحده اخرى حيت اختصرت. المهم هنا كملتهم كامل. هي جات مسمنه كبيره. غادي نخليها ترتاح، نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد 10 دقائق تقريبا. هنا بعد ما ارتاحت غادي نبسطها غير بيدي. ممكن تستعنوا بالمدلك. البنات اللي مازال ما شاركوش في قناتي فضلا وليس امرا فعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش بلي لايك ولي كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب. هنا بعد ما بسطت رشيت عليه واحد شويه الكاوكاو وغادي ندهنها بالزبده. الوجه ديالها يتدهن بالزبده وغادي ندخلها الفران مسخن من قبل. غطيب على المهل ومنين تطيب من التحت نشعلوا عليها الفوق تحمر ونتلاقى معكم في الشكل النهائي. هنا بعد ما خرجتها من الفران دهنتها بالعسل ورشيت عليها شويه ديال الكاوكاو. كتجي مقرمشه من على برا وهشيشه من الداخل. كتجي رائعه ومن السما بالزهر. كتصلح هكذا في العيد، في صباحيه العيد ولا هكذا، ولا برعوا بها غير وليداتكم وانتم علاش لا. راه كتكون مقرمشه كي لاحظتوا. غير هنايا نسيت ما طلقتش الصوت باش تسمعوا القرمشه ديالها. راه مقرمشه وكتجي من الداخل هشيشه. نتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم وبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب. وبسلامة عليكم أحبتي في فيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.